السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة وصفة مجربة ومضمونة. إذا كنتم من عشاق المعجنات ما إلكم إلا هاي الفطيرة، حرفيا بتشهي. فطيرة الزعتر مع الجبنة البيضاء والزيتون الأسود، بطعم ولا أروع، وعجينة خفيفة مثل الغيمة. يلا نحضرها سوا مع كاسة شاي ولا أروع. بتمنى منكم تجربوها، وبتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها. ويلا نبدأ خطوة بخطوة، وبسم الله. كل المقادير راح تجدوها على الشاشة وفي صندوق الوصف. أول إشي راح نجهز سائل التخمير. في وعاء زجاجي عميق راح أضع فيه 4 ملاعق كبيرة حليب بودرة، ملعقة كبيرة سكر، باكيت خميرة 10 غرام. راح أخلطهم مع بعض، وبعدين راح أضيف فوقهم 680 من ماء، ما يعادل 3 أكواب إلا ربع. وهون لازم نخلطهم مع بعض علشان نحصل على مزيج ملمسه ناعم خالي من التكتلات. وكمان راح أضيف فوقهم 2 كوب زيت زيتون، وأرجع أخلطهم مع بعض. أغلفهم ببلاستيك تغليف وأتركهم حتى تتفاعل معنا الخميرة. وبوقت ما يجهز معنا سائل التخمير راح أجهز المقادير الجافة. عندي 6 أكواب طحين أبيض، راح أضيف فوقهم ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة سمسم، ملعقة كبيرة حبة البركة، وملعقة كبيرة زعتر جاف. راح أخلطهم مع بعض وأضعهم جانبا. هيك سائل التخمير جاهز معنا. راح أفرغه بوعاء أوسع وأضيف فوقه الطحين تدريجيا. راح أضيف الطحين على 3 دفعات. أول دفعتين راح أخلط الطحين مع سائل التخمير باستخدام المضربة اليدوي. هون المزيج صار معانا سميك، راح أفرغه فوق الطحين، فعشان هيك لازم نعجن بأيدينا. وهون بدي أحكي لكم إنه عجينتنا لزجة، عشان هيك ضلوا ادهنوا ايديكم بزيت باستمرار عشان يسهل عجنها. وأخذت وقت معايا ما يقارب 7 دقائق، وهيك صارت معانا جاهزة. وهلا راح أضيف فوقها الزعتر الأخضر. عندي كوبين، راح أضيف فوق كوب ونص وأترك نصف كوب زينة. وهون الزعتر لازم نعجنه جيدا مع العجينة حتى يتوزع عليها بالتساوي. وأضيف ما يقارب كوب زيتون أسود. وراح نضيف الجبنة البيضاء. عندي 3 أكواب جبنة بيضاء مقطعة مربعات صغيرة، ملحتها خفيفة. راح أضيف كوب ونصف عجينة وأترك كوب ونصف زينة لاحقا. وهون بدي أحكي لكم ملاحظة، أبدا ما رح نعجن، فقط نكتفي بتقليب العجينة على الخفيف حتى تتوزع الحشوة عليها بالتساوي، ونحافظ على شكل الزيتون والجبنة يظل واضح ومرتب معنا. هيك عجينتنا جاهزة. رح أغلفها ببلاستيك تغليف وأغطيها بغطاء قطني في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها، أو ما يقارب 45 دقيقة. بعد 45 دقيقة ما شاء الله شوفوا كيف عجينتنا تضاعف حجمها. وراح أقطعها قطعتين بنفس الحجم وأوزعها على صينيتين مقاسهم 30 سنتي. بالأول لازم نضع ورق زبدة، وبعدين نبدأ نمد العجينة بالتساوي. ولازم ندهن أيدينا بالزيت عشان تسهيل مد العجينة بالصواني. وهون نبدأ بتزيين وجه الفطيرة. أول إشي راح نوزع باقي كمية الزعتر الأخضر، وراح نضغطه علشان يلتصق بالعجينة ويضل طري وما يحترق أثناء تحمير الفطيرة. وبعدين راح أضيف باقي كمية الجبنة البيضاء، أوزعها بالتساوي على وجه الفطيرة. وآخر إشي راح نوزع نصف كوب من الزيتون الأسود. بهيك تكون معنا كمية الزيتون الأسود بهاي الفطيرة كوب ونص. أنا قطعت الزيتون الأسود قطع صغيرة، أنتو حسب رغبتكم. هون راح نضغط بشكل خفيف على الزيتون والجبنة البيضاء حتى يلتصق بالعجينة. أغطيها ببلاستيك تغليف بغطاء قطني وأتركها حتى يتضاعف حجمها، يعني تقريبا من ساعة وربع إلى ساعة ونصف. وهون الفكرة تخمير عجينة الفطيرة على مرحلتين، أول مرحلة 45 دقيقة والمرحلة الثانية ساعة وربع. وهيك فطيرتنا جاهزة بعد التخميرة الثانية. راح أشيل عنها بلاستيك التغليف وأدهن وجهها بالزيت وأضعها في فرن محمى مسبقا على حرارة 220. أول رف فوق النار. أول ربع ساعة من وضعها بالفرن ما تفتحوه علشان نحافظ على حرارة الخبز عالية. لما تتحمر جوانب الفطيرة ويبدأ الوجه فيه تحمير راح نختبر نضجها بعود شواء في أكثر من مكان علشان نتأكد من استوائها، يعني نعاملها مثل معاملة الكيك. وبعدين راح نحمر وجهها على السريع. وأول ما نطلعها من الفرن راح نغطيها بغطاء قطني لمدة 5 دقائق حتى تصبح معانا طرية. وهيك وصفتنا جاهزة. بتمنى عن جد تجربوها قد ما هي طيبة وشهية، وأتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها، وشكرا لكم.